انا مش جاي اعمل فلوس، ولكن انا جاي اختم حياتي هنا، بس بالمنظر ده هختم حياتي بره. ده مش كلام انا، ده كان كلام عبد الله السعيد امبارح في جلسه التجديد مع نادي الزمالك. كل الكلام اللي بيتقال ان عبد الله طالب 40 مليون و50 مليون و60 مليون، كل الكلام ده غلط، لان في الاساس اصلا محدش حضر الجلسه. وفي الاساس الاكبر بقى ان عبد الله مش طالب فلوس، عبد الله جاي نادي الزمالك عشان يختم حياته في نادي جماهيري. ما اصل لو عبد الله بيفكر في الفلوس كان فضل في بيراميدز. ولكن بقى عبد الله خلال جلسه التجديد قال لي كابتن ميدو انا مش جاي الزمالك اعمل فلوس، انا جاي اعمل بطولات. بس بالمنظر ده الفرقه مش هتاخد بطولات، وبالمنظر ده ومفيش تدعيمات، فالفرقه فعلا بعيده عن منصات التتويج وهتفضل بعيده عن منصات التتويج. فالافضل بقى ان انا احاول اختم حياتي بره. ولكن كان رد ميدو ان الفرقه لسه هتتفور والفرقه لسه هتتجدد، بس لغايه الان مفيش اي مستجدات في تفوير الفرقه ومفيش اي مستجدات في تجديد عبد الله السعيد مع نادي الزمالك. الامر دلوقتي في ايد مجلس اداره نادي الزمالك في الحفاظ على عبد الله وعلى بقيه نجوم الفريق والتعاقد مع نجوم جدد. فتفتكر انت بقى هل عبد الله هيجدد ولا مفيش تدعيمات؟ فعبد الله مش هيجدد. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.